خطر على بالي فكرة، ليش ما بحضر أقوى مشروب فيه كافيين؟ لمحبين الكافيين بدنا نعمل اليوم أقوى مشروب كافيين. نحط كابتشينو تورابيكا مع ظرف نسكافيه 3 in 1، كاكاو، نسكويك، بدنا نحضر شوت اسبريسو دبل. هودي كلهم بدنا نخلطهم مع بعض ونشوف كيف الطعمة بتطلع ونشوف نسبة الكافيين قد ايه. طيب هلا صرنا جاهزين، هيدي الكباية وهيدي الملعقة، خلينا نحط كل شيء مع بعض. نسكافيه، بلش بالنسكافيه. بحس الكباية صغيرة عليهم هيدي النسكافيه. على فكرة مش ضايق النسكافيه مع الكابتشينو كتير طيبة. أنا في عندي مشروب بقلب الكافيه اسمه نسكافينو، بيجي كابتشينو على نسكافيه، كتير طيبة والعالم كتير بتطلبها. هلا بنحط الكابتشينو. شكلنا بدنا كباية تاني. كاكاو بنحط ملعقتين. نسكويك بنحط كمان. ما بعرف شو هو التعفيس، هيدي بتضلك شي اسبوع ما عادش تنام من ورا هالكافيين. طيب خلينا قبل ما نحط الاسبريسو، خليني هودي اخلطهم بمي سخنه وارجع احط الاسبريسو فوق منهم ونجربها. اوكي، هيدي الخلطه وهيدي المي السخنه وخلينا نحطهم فوق منهم. بدي ما حيمشي الحال بهيدي الملعقه، شكله بده الخلاط. خلينا نجيب الخلاط احلى شيء. وز وز. خلينا نخلط منيح. ريحة غريبة. بنجيب الشوت دبل اسبريسو ونحطهم فوق منه. اوكي، هلا انا بشرب كافيين بس مش لهالدرجة يعني. خلينا نحضر في الكابتشينو للتحلية بس، ونرش على الوجه شوي. خلينا نجيب شاليموني وندوقها. بيقول تشات جي بي تي انه نسبة الكافيين بالكابتشينو تورابيكا حوالي 80 ملغ، بالنسكافيه 90 ملغ، بالقهوة 75 ملغ. انتبهوا، القهوة كمية قليلة وقريب كتير للنسكافيه. تشوفوا قد ايه التركيز قوي بالكافيين بالقهوة، الاسبريسو خصوصا. كاكاو 12 ملغ، نسكويك 2 ملغ بس. يعني هلا مجموعهم 227 ملغ كافيين. اذا شربتهم كلهم بيوم واحد، حاطيني ملاحظه، اذا شربتهم كلهم بيوم واحد ف 227 ملغ يعتبر ضمن الحد اليومي المسموح به بالبالغين. يعني اذا انا شربتها هيدي هلا ممنوع اشرب غيرها باليوم وححس بنشاط الزياده. خلينا ندوق. حرك 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 كرمال رجعنا حطينا اسبريسو. شوف اذا بدها تحليه ولا لا، لانه كله مر مع مر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيبة عن جد طيبة. انسوا الكافيين، انسوا الكافيين، فيها طعمة طيبة. يعني هيك بتحسها مثل نسكافيه على كابتشينو على قهوة. ما هي نسكافيه على كابتشينو على قهوة، شو بدها تكون يعني. بس قصدي الفكرة يعني بتحس عم تشرب شيء حلو وشيء مر بنفس الوقت. يعني مثل مزيج بين كيف بدي اقول لكم، اللي بحب الشيء الحلو وما بحب المر، مثل هيك انجمعوا مع بعض. مش عارف اشرح. المهم كمية الكافيين اللي عم بشربها كثير عالية والطعمة سوبر ممتازة. عن جد طيبة، لازم نحطها عندنا بالكافيه. صار العالم عاش بتنام وهي ضربة ذكاء. بنشربه اياها، هيدي بضلوا فايق، بضل سهران عنا. يجربوها بس اللي عمره تحت 18 ما يجرب.
ما تجربوها، ما تجربوها. من بعد ما مرق 5 دقايق حسيت دقات قلبي دق 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 دق. طيبة بس التركيز فيها الكافيين كتير عالي، كتير مش شوي. حسيت قلبي عم يدق بسرعة، عامل دو دو هيك. تذكروا نحن وصغار لما كنا هيك نحب نجرب مشروبات مع بعض وكذا. حسيت حالي بعدني صغير، بعدني لهلا بحب جرب. طعم كتير طيبة بس ما بنصح حدا يجربها إذا مش معود على الكافيين كرمال صحتكم. شو حابين نجرب لكم بفيديوهات تانية؟ ما تنسوا تعملوا لايك وكومنت للفيديو وسبسكرايب للقناة لتشوفوا فيديوهات جديدة. باي باي، أنا حكمل شرب.